رغم ما غيب التاريخ وعتمت على شخصية علي بن أبي طالب روايات ودثروا من فضائل الكثير. هذا إبان بن عثمان أحد كتبة التاريخ أيام الدولة الأموية، أيام حكم عبد الملك بن مروان. سليمان بن عبد الملك كان والي على المدينة. إبان معروف رجل عنده عدالة، محترم، إلى رصيد فكري واجتماعي عند الناس وثقة. دز عليه سليمان بن عبد الملك قال أسألك بس بالصدق تجاوبني. قال اسأل. قال له أو كتبت التاريخ أنت؟ قال له نعم كتبت التاريخ. قال له منين جمعته؟ قال له جمعته من أمهات المصادر، ما كتبت رواية خطأ أبد إلا رواية متواترة وصحيحة السند من الناس الثقات. قال له اعرض علي ما كتبت. جاب التاريخ الإسلامي من أول ما بدأ النبي إلى صدر الدعوة وانت جاي للدولة الأموية. فتح التاريخ، شاف تاريخ بني أمية بوادي يحكي، وتاريخ هذا الرجل يحكي بوادي. أكثر ما دثر التاريخ بني أمية دثر أفضال لعلي بن أبي طالب ومناقب لعلي بن أبي طالب وكرامات لعلي بن أبي طالب. يقول هذا من قرأ التاريخ. شلون قولتنا احنا بالدارجة نقول اخترع. أخذ الكتاب من وقته وساعته، أخذ التاريخ وطلع بيه وين؟ للشام، لعبد الملك. دخل على أبوه قال له لو احنا نكذب كدولة أموية، لو هذا التاريخ واللي كاتبه يكذب، التاريخ واللي كاتبه ما عليهم هل قد علامة استفهام من الكذب، ما يكذبون. إبان رجل عادل ومحترم، وتاريخه جامعة من أمهات المصادر، وتاريخنا احنا ما أدري انتم منين جمعتوه يعني. قال أبو شنو المشكلة؟ قال له تعال هاك شوف. طلع مناقب علي بن أبي طالب من قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وانت صاعد. كل المواقف اللي مرت على بالك واللي انت قاريها كلها مكتوبة وموثقة، وبعد اكو أكثر منها. قال له هذا الكتاب منين جبته؟ قال له جبته من فلان. قال له جيبه. أخذه عبد الملك، خرقه، مزقه ووضعه في النار، حرقه. سليمان قال له ليش؟ قال له هو هذا المفروض نتعامل هالشكل وياه. قال ليش؟ قال له لأننا لا نريد أن نعلم الناس إلا ما نشاءهم أن يعلموه. هذا التاريخ يفطن هواي حقائق، يطلع ملكنا كله كذب، يطلع شغلنا كله باطل من يوم السقيفة لهذا اليوم. يعني ملك اللي اجى ورا رسول الله كله غلط. انت جاي تريد تفطن عيون الناس. شاهد آخر، أبو عبد الرحمن الفهري شيخ عشيرة، يقول بزمن عبد الملك بن مروان جيت طبيت للشام. الشيوخ العشائر قبل كانت لهم عطاءات فلوس من الدولة. يقول جيت دخلت الشام، صارت صلاة الظهر قلت خل أطب أصلي. يقول دخلت إلى المسجد، صليت الصلاة، صعد واحد خاطب على المنبر، خاطب وليس خطيب. إخواني هاي معلومة كلش مهمة. اللي ينطق الله نسميه خطيب، اللي يسولف المرضات الناس ومرضات إبليس نسميه خاطب. الإمام زين العابدين لما طب الشام وسمع هذا الخاطب يحكي يم يزيد ايش قال له؟ ما قال له خطيب، قال ويحك أيها الخاطب اشتريت سخط الخالق برضا المخلوق فتبوأ مقعدك من النار. هاي وحدة. شغلة الثانية، هذا المنبر الشريف يسمى منبر إذا كان يتكلم لله لمرضاة الله، بينما إذا راد يدغدغ مشاعر السلطان لو يسولف لإبليس ما يتسمى منبر، يتسمى أعواد. نفس الإمام زين العابدين التفت وقال يزيد ائذن لي بارتقاء الأعواد. فيقول صعد الخاطب على الأعواد، أول ما بلش خطبته نزل سب وشتم على علي بن أبي طالب بحياته مسامعة. هذا الرجال أبو عبد الرحمن يقول أنا ما أتحمل، بس قلت خليه يخلص، ما أريد أن أقطع عليه خطابه. خلص نزل. يقول جيت حصرت يم الدنقة يم الأسطوانة مال المسجد. قلت له عندي سؤال. قال إيه؟ قلت له هذا الرجل اللي أنت شتمته أوليس بصهر رسول الله؟ رسول الله أكو واحد يشك في عصمته وفي عدالته وفي علمه؟ قال لا. قلت له زين، فاطمة، بس هذا الشاهد أنطيك إياه لأنك ظاهر غبي. فاطمة أقطاب الدنيا سألوا بخطبتها، ما ظل واحد ما أجى خطبها، ما نطاها رسول الله. المن نطاها؟ قال نطاها العلي. إذا نطاها العلي معقول رسول الله لا يحسن الاختيار لابنته الوحيدة يختار لها الزوج الكفر؟ أنت ما وصلك من خلال قراءتك بالتاريخ أن ما قام الإسلام إلا بسيف علي؟ أنت ما سامع قبل
أن رسول الله قال إن عليا مني بمنزلة هارون من موسى إلا نبي بعدي. يقول قال لي هذا الخاطب اللي كان يسولف، يقول قال لي اسمع أنت كل اللي تسولف صدق، ولكن علي بن أبي طالب كان على باطل ومعاوية على حق. يقول هذا شفته مقافل أنه هذا ما بيها، وأنا أخذتني الغيرة على إمامي، أخذته من جلابيبه يعني قولتنا بالدارجة من زياقه، ضربت راسه باسطوانة المسجد حتى أدميت رأسه، اجوا الشرطة كتفوني خذوني لعبد الملك. أول ما شافني مكتف عبد الملك استشاط غيظ، قال ويحكم فكوا وثاق أبي عبد الرحمن في الحدية. هو مو حبا بي، بس هذا أبو عبد الرحمن شيخ عشيرة، وباستقراء التاريخ يقول عنده بال100,000 سيف، اللي بأطراف الشام بيهم بال20,000 رجل يتبعوه، إذا راح يسوي بلبلة يسوي مشكلة إذا أراد يحتجزه. قال لي تعال شكو شو مسوي، شنو هاي الشرطة جايبيك؟ زين انت مو اليوم العطاء مالتكم؟ والله عمي طبيت الشام. قلت له يا ريتني ما طبيت المسجد. صعد واحد على المنبر نزل على امير المؤمنين سب وشتم والى اخره. هسه اني تسالني ابو عبد الرحمن شخصيا انت خليفه مسلمين، اذا واحد يشتم صهرك لو نسيبك انا ما ارضى، الغيره غيرتي ما تقبل. شلون يجي واحد يشتم على صهر رسول الله ووليه ووصيه وانا تريدني ارضى؟ وهذا ما اقتنع، يقول لي معاوية على حق وانا لزمته. شكل سويت بيه. التفت لي يقول عبد الملك بن مروان، قال لي انت علي من جاي للشام؟ قلت له جاي على عطاء. قال لي ايش كثر عطائك؟ قبل ماكو رقم مليون، ألف يسموه. قلت له ألف. قال لي راح اعطيك 2000 بس عندي شرط واحد وياك. قلت له شنو هو؟ قال لي اعطيك 2000 شريطة على ألا تبيتن هذه الليلة في الشام. تعرفون ليش؟ لأنك إذا بتت هاي الليلة بهذا الفكر اللي أنت شايله راح تفسد علينا فكر إحنا فسدناه، صار سنين فتحنا بيت مال المسلمين على مصراعه حتى نوصل فكرة وأنت جاي تصحح هاي الفكرة، وهذا يتضارب ويا مصلحة كرسينا. الفكرة الواصلة عند أهل الشام مثل هاي الليلة سنة 41 للهجرة، من وصل الخبر هيك ليلة طب للشام قالوا علي قتل، أهل الشام قالوا شلون مات؟ قلهم في محراب الكوفة وقف يصلي وإجى عليه لعائن الله عبد الشيطان بن ملجم وضربه بالمحراب وإلى آخره. أهل الشام قالوا والله أكبر والله عجيب. قالوا لهم وفيما العجب؟ قالوا أو كان علي يصلي؟ احنا عندنا علي بن أبي طالب ما يعرف يصلي، مو يم الدين. هو هذا فكر، هذا الفكر اللي سواه معاوية. بعدين افترت الدنيا. تعال شوف معاوية وين هو، لو ماكو مقارنة. أنزلني الدهر، هو أمير المؤمنين يقول أنزلني الدهر وأنزلني حتى قيل علي ومعاوية. تعال شوف لي هذا وين وهذا وين. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكر، يخلي عقل براسه ويشوف المفارقات. هاي الأدلة. هذا محمد مجذوب السوري وقف على قبر معاوية، هذا ضريحك، لو شعرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. إلى أن بها قصيدة طويلة بالأخير يقول له قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذا اللي 70 سنة أنت سنيت هاي السنة السيئة عليك وزرها ومن عمل بها عليه الوزر. تعال شوف النتيجة. هذه الذهب لعلع بباب علي أيها الذهب. شوف علي بن أبي طالب وين، وشوف أنت مقامك وين. تيجان الملوك تهوي إلى أعتاب علي، وأنت أصلا حتى عندهم مكسرات دنيوية ما حد يشوفك، ما حد يطلع. هذا سليمان خان القانوني أيام الدولة العباسية زار كربلاء وإجا للنجف، من بعيد شاف قبة علي بن أبي طالب. سليمان خان قال هذا الرجل ساعد رسول الله وما قام الإسلام إلا بسيفه، وزوج ابنة النبي، وإلى هواي دين برقابنا إحنا كمسلمين. أنا المفروض احتراما إلى أنزل من على ظهري راحلتي وأتجه لعلي بن أبي طالب مشيا. أكو عنده وزير ناصبي أخفى عداؤه لآل البيت، التفت قال له أصلح الله الأمير. نعم.
قال له شو أشوفك هواي مهتم تريد تنزل وتمشي على رجليك، ماكو داعي. قال شلون ماكو داعي؟ قال له علي بن أبي طالب وصي وأنت خليفة أمير، شو أشوفك أنت أولى. اثنين، علي مات وأنت حي عدل، والحي أبدا من الميت، ليش تنزل وتمشي وكذا؟ خليك مرتاح على راحلتك وأوصل وانزل زور. وسوس له الشيطان، قال والله يمكن هاي صدق. بعدين شوي مشى، هومت عينه وهو على ظهر الناقة، تصور فضائل علي في باله، شخصية علي بن أبي طالب. قال لا، يمكن هذا جاي يزاغل عليه الوزير. قال له هسه أنت يمكن مشورتك معقولة، بس انطيني القرآن الكريم بدي استخير الله. عادة يستخير الله إذا احتار الإنسان، انطيني القرآن. أول ما نوى الاستخارة فتح الكتاب الكريم، وإذا بقوله تعالى اخلع عليك إنك. ومن طلعت هاي الآية يقول ارتعد وهو على ظهر راحلته. صح، وين الجلاد؟ قال بلى سيدي. قال اضرب عنق الوزير، لقد أشار إلي بذهاب ديني ودنياي. هذا متأكد من عند ناصب، يأخذ رأسه. يقول نزل من على ظهر راحلته وشمر نعل أجلكم الله، وخر النعل صار يمشي حافي هو وتاج الملوك، حتى ساوى قبة علي بن أبي طالب. صاح تزاحم تيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. إذا ما ترجلت الأقدام الأعناق تشرئب وتنزل لك يا علي. هذا إن دل فإنما يدل على عظم شأن علي عند الله. ولهذا يقول للنبي صلى الله عليه وآله لولا أخاف يتزعزع إيمان البعض. شو أقول بيك كلام أخليك أنت تمشي، الناس تأخذ التراب من جوا رجليك، بس أكو بعض ناس يقين ما عندهم. وقالت فيه الناس. صعد بالكوفة وخطب خطبة طويلة، ودائما كان مرات يذيل الخطب ومرات في يحشي الخطب، يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أعلم بها من طرق الأرض. قام له واحد عن يمين المنبر قال له أشهد أنك أنت الرب الذي لا أستغفر الله. سووه إله، أكو إلى الآن يذيولهم، أنتم تعرفون من ذول على الله هي شيء يسمونه. وقام له واحد قال له لله درك ما أفصحك من كاذب. النبي يقول له صلى الله عليه وسلم يا علي يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، أحبك وأفرط بحبك وجعلك رب، أبغضك وأفرط في كرهك وحصل جهنم. إن فيك لشبه من عيسى، هذا النبي يقول له صلى الله عليه وآله إن فيك لشبه من عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين يسأل يا رسول الله شنو الشبه بينه وبين عيسى النبي؟ يقول له أحبه قوم فجعلوه إلها، وأبغضه قوم فبهتوا أمه. ولهذا معرفتك كانت حصرية. النبي ترى ما بين معرفة علي، خلى رؤوس أقلام للأمة، كون الأمة يصير عندها وعي وتركز. النبي شنو خلاله؟ قال يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا. حق المعرفة، مو ما حد يعرف الله، ولكن المعرفة الحقيقية ماهية الله ما حد عرفها مثله. هنا ماهية علي بن أبي طالب، حقيقة علي بن أبي طالب ما حد عرفها.